فيلمنا كيبدا مع واحد التراك ديال البنك. هاد التراك هذا متخصص في نقل الاموال. واحد النهار باللي كيشارجيو القرمومه في التراك كيبداو محركين، وقبل حتى ما يديروا الصمطه كيجي قدامهم واحد التراك كيسد عليهم الطريق. وهنا كتبدا الاكشن باللي اللي كان سايق كينزل ومع فردي في يدو كيقول للشيفور تحرك غنطير لك ودنك. الشيفور كيطبق هضرته وكيبقى مخبي في التراك، ولكن خوتنا مطورين كيتقبوا التراك بلامون وكيلوحوا على الشيفور وعشيرو قنبوله ديال الدخان حتى كينزلوا بزز منهم. وهنا العصابه كتسرق القرمومه كامله وخلاو غير الكراسه اللي ما داوهمش. ترى كانوا جايين عينهم على كل شيء ديوه. تمن حياه العساسه داوها عاد مشاو. ومن بعد فتره على هاد البلان كنشوفوا اتش الاصلعاني كيكون مريح في واحد المكتب ديال شركه الامن كيقدم ليهم باش يخدم معاهم. كيقول له تيري الشركه ديالنا مجرد وسيط بين الابناك، كنقلوا ملايين الدولارات كل يوم، وهذا الشيء اللي كيخلي العمال ديالنا في خطر كبير. وراه عندنا 12 تراك وكل واحد كيخدموا فيه 3 العساسه. وبيني وبينكم هاد التيري هذا كيحاول يقيس الاتش الحراره باش زعما يشوف خونا واش كيخاف ولا لا، من بعد ما عاودلو على السرقه اللي تعرضوا ليها مؤخرا. ولكن اتش ديجا كان خدام في شركه فحال هادي، وهاد الهضره كاع ما كتزعزعوا من بلاصتو. وبعد ما كيسالي الهضره مع تيري كيتلاقى بوليت واللي هو رئيس حراس الامن، وكيقدم ليه راسو وكيقول له خاصنا نديروا لك واحد الاختبار عاد غادي تقبل، وباش تقبل خاص تجيب 70% على الاقل. وكيبدا اتش الاختبار التدريبي كيهز شويه د الحديد وكيتيري بالفردي وكيسوق التراك وكيجيب 70% لاصقه. اخونا كيقنع غير بالقليل وكيقول له بوليت انت ماشي شي حرايفي ولكن قاضي الغرض غادي نقبلوك. على بالوش الاصلعاني شنو يقدر يدير، وكيبدا يعرفوا على الحراس اللي معاه في الشركه وكيعطيه الفردي ديالو. وكيجي البوز ديال الخدمه وكيحط اتش الكارت ديالو. اشويه السيد كيجبد التليفون وكيصور لي كارت ديال الزملاء ديالو كاملين. وهذا جون الفاتمان خدام في نفس الشركه اللي خدام فيها اتش. كيقصد اتش في البار وكيبغي يخسر عليه ليلته. اتش بوروده كيلوح ليه شي فليسات وكيقول له سير خذ لك شي حاجه وهنينا. وفي نفس البار كتكون بنت سميتها ديانا كتبان طايحه في اتش وتا هي خدامه في نفس الشركه. وكتجي واحد عمليه نقل 2 مليون دولار، وهذا دايف غيكون شريك اتش في هذه المهمه اللي عندهم. وهما كيتسناو في بوليت الرئيس اللي تعطل عليهم. كيحاولوا يتواصلوا معاه وفجاه كيسمعوا صوت الرصاص، وبوليت جالس كيطلب منهم يجيو يعاونوه. وكيهضر معاهم شي واحد كيقول لهم غتسمعوا الهضره اللي غنقولوا ولا عشيركم غيموت. اديف كيتوتر وما كيعرفش شنو يدير. ترى النفس ما بقاتش بغات تطلع معاه وكيبغي يهرب من تما، ولكن اتش كيقول له ما غنمشيوش ونخليو واحد منا يتقتل. وكيقول له غير صبر وما تخافش. والعصابه كتامرهم يلوحوا القرمومه في الطوموبيل اللي وراهم. وبوليس كيخرج من طوموبيل العصابه والفردي على راسو. اتش كيشوفو خرج كيرجع للور وكيلوح الشنطه العاقه في الطوموبيل، وشنطه منهم كيلوحها في الارض. وكتنزل العصابه من الطوموبيل وفي البلاصه كيجبد اتش الفردي وكيشتت لبوه راسو وكيدوز لصحابو كل واحد كيعطيه رصاصه من عنده كادو. كيبقى له اخر واحد كيهرب وكيدخل الكراج. كيتبعوا اتش بكل هدوء وكيطيحوا وكيسولوا واش كيخدم مع شي واحد وما كيجاوبوش وكيضربوا. وكيرجع اتش لصحابو كيحيد لهم الاقنعه. وهنا كنعرفوا باللي الاصلعاني كيقلب على شي واحد مازال ما عرفناش. باللي كيرجعوا للشركه كيحقوا معاه 2 من البوليس كيبانوا مستغربين كيفاش واحد ناجح ب 70% يقدر يصفيها العصابه بلا ما يتضرب. والاصلعاني بكل هدوء كيحيد ليهم الشك وكيقول لهم انا من النوع اللي كيعجبو يخدم تحت الضغط. وهنا عباد الرحمن كيخدموا له هاد 2 فيديو ديال ديك السرقه القديمه وكيسولوه الا بانت له شي علاقه بين هاد 2 سرقات. اصلعاني كيبقى مركز في الفيديو في حال اللي شاف شي حاجه ولكن ما باغيش يبين ليهم. وكيقول لهم لا ما كاين حتى علاقه بين هادشي واللي وقع ليهم. وكيمشيو كيخليهم. وبالليل البوليسيين كيخرجوا كيهضروا مع الشاف ديالهم كيقولوا له راه لقينا الاصلعاني اللي كنا كنقلبوا عليه هذه 25 عام وما يمكنش نخليه قدام هاد الفلوس كامله. ولكن الشاف كيقول لهم باللي اتش ما عنده غرض بالفلوس، هو تما على قبل حاجه اخرى. داكشي علاش خليوه وما تقربوش نحاتو. والاصلعاني مريح في دارو حتى كتجي عنده هاد خيتي كتعطي له ملف معلومات على كاع الحراس اللي خدامين في الشركه معاه، وكتعطي له حتى معلومات على ديالا اللي شفنا قبل. وباين عليه كيخطط لشي حاجه كبيره. وفي النهار الثاني كيجي للخدمه. كيف كيدخل كيبداو يصفقوا عليه الحراس الاخرين. ترى السيد مور معتق بوليت ولا كيبان بطل قومي قدامهم. وكيتحولوا لعمليه نقل جديده وكيتعرضوا لهم عصابه اخرى في الطريق، ولكن هاد المره كيوقفوا عليهم بموطور وكيغطيو الزج بالصباغه وكيرشوا غاز وسط الطوموبيل باش العساس يخرجوا منها صحه. بوليس كيكون اول الخارجين كينعسوا في الارض وكيتبعوا الاصلعاني بكل هدوء وثقه في النفس. لا اخونا واثق من نفسه. ترى بزاف هاد الصلع كيوقف قدامهم بحال الغضب وفرحات الزيف على وجهه. كيف ما كيحيد الزيف كيشوفوا في حال اللي شافوا عايشه البحريه. كيوركوا على صباطهم
عليهم وكيعلقوا. ومن بعد هادشي اتش كيطلعوا ليه الكريد في الشركه، حتى السيد كيولي اسطوره فين يبان شي رونالدو. وهادشي طبعا كيجذب سمكه التونه العنيده، وكتدوز معاه ديانا واحد الليله غراميه في دارها. الاصلعاني كيفيق قبل منها وكيفيقها من النعاس، كيخرجها من البيت وكيقول لها جلسي نهضروا شويه. كيجبد لها فلوس كانت في دارها وباغي يعرف منين جابت دوك الفلوس، ولكن ديانا كترفض تهضر. الاصلعاني كيطيح لها على الكود وكيضرب رصاصه حدا راسها. ديانا كتخاف وكتخوي ليه المزيوده كامله. كيعرف باللي دوك الفلوس سرقاتهم ديانا من الشركه نفسها بلا علم حتى واحد، يعني باش نفهموا ما عطاهمش ليها شي واحد. الاصلعاني في راسو العجينه، كيهددها وكيقول لها الا عرفها كتكذب عليه وخبات عليه شي حاجه غادي يقتلها هي وعائلتها اللي شافت تصاورهم فوق الطبله. ودابا اجيو نرجعوا واحد 5 اشهر قبل هادشي باش نعرفوا هاد الغضوفر شكون بالضبط وعلاش كيقلب. في واحد الصباح الجميل كيكون اتش ماشي مع ولدو دوكي، كيصونيو عليه وكيقولوا له عندنا مشكل ومحتاجينك تراقب التراك اللي غنسرقوا. واتش ديك الساعه كان كيدوز العطله مع ولدو وعنده غير ديك الوقيته فين كيشوفو، وكيقول له واش ما كتعرفوش ديروا شي حاجه بلا بيا. وخونا في التليفون كيقول له بلي اللي كان غيتكلف بهاد المهمه دار كسيده وشدوه البوليس، والا ما مشاوش تداروا هاد المهمه غيحتاجوا 3 اشهر اخرى باش يعاودوا ينفذوها، حيت صعيب يجمعوا معلومات على الخط اللي كتمشي فيه هاد الشاحنات. وكيقول له حنا بغيناك غير تقول لينا هاد التراك هذا واش غيمشي لليمين ولا لليسار. كيمشي اتش لبلاصه العمليه وكيخلي دوكي في الطوموبيل، كينزل وكيقول لهم التراك اللي فيه العاقه مشى على اليمين. ولكن في نفس الوقيته كتجي عصابه اخرى كتوقف داك التراك. وهنا جينا لديك السرقه اللي شفنا باللي بدا الفيلم. ومن حظ اتش كان مبلاصي طوموبيلته اللي فيها دوكي جنب التراك، وفاش كان راجع ليها فيدو الماكله المفضله ديال دوكي كيشوف واحد من دوك العصابه كيتيري في ولدو، وكيلوح اللي فيدو كيبدا يجري عند دوكي باش يعتقو، ولكن كيتيري فيه حتى هو وكيطيح على الارض وهو كيشوف هذاك اللي خسر ولدو كيحفظ في وجهه. بعد ما داز 3 سيمانات كيفيق في السبيطار، وهنا كيعرف باللي ولدو مات وكيقرر ينتقم من اللي قتلو. وكنشوفو اتش مع الشاف وكيعطيه قائمه بجميع الاسماء اللي ممكن يكونوا هما اللي داروا ديك العمليه. من هذا الشيء كنفهموا باللي اتش براسو مجرم، صار السيد رئيس عصابه كبيره، ولكن هو دابا باغي ينتقم من ولدو اللي مات. ورجالو كيجيبوا كاع الاسماء اللي في القائمه وكيعذبوهم وكيقتلوا منهم شي وحدين، ولكن ما كيوصلوش للي قتل ليه ولدو، لحد ما كيمشي عنده مايك وكيقول له باللي عياو يقلبوا والو، وخاصهم يبدلوا طريقه تفكيرهم شويه. وكيقول له باللي ضروري غيكون شي خائن في ديك الشركه ديال الامن هو اللي عاون العصابه ينفذوا العمليه وعطاهم المعلومات. اتش كيسمع منه وكيقول له صافي انت درتي اللي عليك، وكيقول له انا غنمشي لندن نرتاح فيها شي شويه. وطبعا اتش ديك الساعه فكر يزرع راسو وسط من ديك الشركه باش يعرف شكون هذاك الخائن واللي غيوصلوا لهذاك اللي قتل ولدو. وعلى قبل هادشي الاصلعاني كيزور وراقو وكيبدل سميتو لدرجه كيدير في الوراق خبره 11 عام في الدومين، وترى ما كاينش شي عساس في المغرب عنده خبره 11 عام. وباش نفهموا البلان كامل يلاه نرجعوا بالوقت قبل 3 اشهر من العمليه اللي مات فيها دوكي. وهنا كنشوفوا العصابه اللي نفذت العمليه، وكيكون جاك هو رئيس هاد العصابه. كيكونوا مجموعين وكيخططوا للعمليه الجايه ديالهم، وكنعرفوا من كلامهم باللي عندهم شي جاسوس وسط الشركه، وهذا الجاسوس هذا هو اللي كيزودهم بالخط اللي غيمشي فيه الكميو ديال العاقه. وكيخططوا مزيان لهاد العمليه حيت غيضربوا فيها 6 مليون دولار. وهنا كنتعرفوا على خونا اللي قتل ولد اتش، وكتكون سميتو جان هو اكثر واحد مسطي في العصابه كاملها، ولكن الرئيس ديالو كيقول له غنفذوا المهمه بلا ما يموت شي واحد، دير خدمتك وبلا مشاكل. وخونا واخا كيقول له كون هاني وجهه سبحان الله ما كيبشرش بالخير. وكيجي نهار المهمه وكيجلسوا في الطريق اللي غيدوزوا منها الكاميو، وكيديروا راسهم في حال المهندسين ديال الطريق. وفي ديك الوقيته كتبلاصي جنبهم الطوموبيل اللي كان راكب فيها اتش وولدو، وكينزل اتش من الطوموبيل كيف ما شفنا قبيله، وكدوز التراك اللي هاز العاقه وكيقطعوا عليهم الطريق كيف شفنا. فاش كيكونوا كيسرقوا جان كان واقف على الحراس بالفردي، وواحد من دوك الحراس كترخص عليه حياته كيهجم عليه، وهذا المسطي كيخرج عقله وكيقتلو وكيقتل حتى الحارس الاخر اللي معاه. وهنا فاش شاف راسو قتل قال مع راسو علاش ما نقتلش معايا تا دوكي، مشى نزل دوكي من الطوموبيل وصفاها ليه حتى هو، فهمتو فحال شي برومو. وفي نفس الوقيته اللي اتش جاي باش يعتق ولدو كيضربو حتى هو برصاصه، ومورا هادشي العصابه كتهرب. نرجعوا مره اخرى بعد ما عرفنا قصه اتش وعلاش كيقلب. بعد مده العصابه كتجمع مره اخرى، وجاك كيقول لجان انه هو السبب تغبروا هاد المده بسبب المصيبه اللي دار اخر مره، او هاد المره الضربه غتكون كبيره. داكشي علاش ما بغيتش اخطا، حيت هاد المره غيسرقوا الشاحنه ضد العاقه كاملين دقه وحده، غيهجموا على الشركه لداخل وغيسرقوها. وكيوصل نهار التنفيذ والتراكات كيكونوا نقلوا الفلوس من البنك وراجعين بها للشركه، وكيكون بوليت اتش في نفس التراك، وكينوض بوليت كيقول له غنقول لك شي حاجه، وكيعترف له باللي هو خدام مع الناس كيعاونهم يسرقوا وكيخلصوهم مزيان. وهنا كيعرف اتش باللي بوليت هو الخائن اللي كيقلب عليه، وبوليت كيهدد اتش باللي غيقتلوه الا دار شي حركه، وكيقول له راه خويت لك سلاحك من الرصاص داكشي علاش بقى مهدن. اتش كيف عارفين عليه كيكون مهدن وكيسمع ليه وهو ساكت. الاصلعاني هاد المره ما غاديش يدوزها ليهم، وكتكون
العصابه كتسنى اشاره الدخول من بوليت باللي يدخل للخزنه، وكيطفي بوليت الكاميرات ديال التراك، وجون اللي كيكون مكلف بالكاميرات كيتواصل مع بوليت وكيقول له الكاميرات ديالك ما بقوش طالعين عندي، وكيرد عليه بوليت باللي غير واحد العطب صغير غادي يقادوه بالزربه. والعصابه كتنزل من الطوموبيل، كيجي جاك كيربط اتش بسمطه في يدو باش ما يدخلش، واتش بكل هدوء غير كيشوف داكشي اللي كيديروا، وكتركب العصابه وسط داك التراك كيتخباو فيه، وغيكون هو وسيله الدخول ديالهم للخزنه اللي كيتجمعوا فيها كاع التراكات اللي فيهم اللعاقه اللي كنشوفوهم وصلوا كلهم للخزنه وتجمعوا تما. وفجاه كتخرج لهم العصابه من الكاميو ديال بوليت، وكيامروا اتش ينعس في الارض وحاطين حارس على راسو، والاخرين كيامروا جون يفتح الباب باش يدخلوا صحابهم اللي باقين برا، ولكن كيورك على زر الانذار في بلاصه ما يفتح الباب، وكتبدا الاكشن. الحراس كيبداو يتيريو في العصابه وكتشخد بيناتهم، ولكن هادو ولاد الحرام هادو خوتنا ما كيتفكوش، ما كيهناو حتى كيفتحوا الباب لصحابهم اللي جاهم النعاس وهما برا، وكيف كيدخلوا كيبداو الخدمه، وما كاين غا قلب شقلب في الدولار، وعندهم غير 8 دقائق باش يشارجيو اللعاقه ويهربوا قبل ما يوصلوا للبوليس. واتش في واحد اللقطه كيطيح الحارس اللي كان واقف ليه على راسو وكيخنقو، فاش كيحيد ليه القناع كيلقاه ماشي هو اللي كيقلب عليه، وكيمشي يدير تليفونه في شنطه من الشنطات اللي فيهم اللعاقه، وكيلبس القناع ديال داك اللي قتل وكيخرج ليهم. كيقصد اول واحد كيقول له حيد القناع، وباللي كيعرف باللي ماشي هو خونا كيشيري فيه، وكيبدا يقتل فيهم واحد مور واحد، وكيقدر يضرب حتى جاك الرئيس برصاصه في عنقه. وبوليس كيف ما كيشوف اتش تحرر والعمليه غتفشل كيقصد اللي خدامين معاه في الشركه واللي ما عارفينوش باللي خائن، كيشد من عندهم فردي وكيقتل ديانا ودييف وكلشي، كيسيري حتى في اتش حتى كيطيحو، وكيقدر يخرج من الشركه هو وجان وجاك. وكيكون اتش مجبد وكيشوف فجر اللي قتل ولده. جان كيكون مصاب في عنقه اصابه خطيره، والبوليس كيتبعوهم وكيحاولوا يهربوا منهم، وكيدخلوا لواحد الكراج وكيسدوا الباب من وراهم، وكينزلوا لتحت للنفق وكيشارجيو اللعاقه في طوموبيلات اخرين. وجاك كيف شفنا ضربوا اتش في عنقه كتكون الاصابه خطيره ديالو، وجا المسطي كيقول له غير تهنى انا غادي نهنيك من هاد العذاب، كيكمل عليه حتى كيقتلو باش يدير حصيصه وحده. وكيخرج كيقول للبوليس باللي جان مات وبقاو غير هما بزوج، ولكن بوليس ما كيرتاحش ليه وكيعرف باللي في راسو العجينه. وكيوصلوا لاخر النفق وكيشارجيو اللعاقه في الطوموبيل، وبوليس كيخرج الفردي باش يصفيها لجان، ولكن جان كيسبقوه وكيغدروا، وكياخذ الطوموبيل والكرمومو وكيهرب من تما. وهنا كنشوفوه في الدار لابس حوايج الحمام، كيتجبد قدام الفلوس اللي سرق وكيتمتع بالمنظر. واحد شويه كيسمع شي تليفون كيصوني وكيلقاه وسط من الشنطه ديال اللعاقه، وكيف كيدور راسو كيلقى الاصلعاني ناشر رجليه، وكيلوح ليه تقرير التشريح ديال ولده دوغي باش يقراه قدامه. وكيكون مكتوب في ذاك التقرير باللي كانت عنده رصاصه في الريه ورصاصه في الكبده ورصاصه في الطيحان ورصاصه في القلب. ترى داز على الدواره كلها، خونا رجعو مثقف على الغربال. جان كيقلب الصفحه وكيلقى صورة دوغي، وكيتفكر الولد اللي كان قتل شحال هذا بدون سبب، وكيشدو اتش تما كيقتلو بنفس الطريقه اللي مات بها ولده، وكينتقم لولده وكيطفي النار اللي شاعله فيه. وفاش كيسالي كيخرج من الدار وكيكون الشاف كيتسنى فيه لتحت، وغالبا غيكون جا على قبل الفلوس. وتلهنا الفيلم كيكون سالا. الا كنتي ما مشتركش في القناه اشترك في القناه، وما تنساش تخلي لي شي لايك وتعليق زوين كتحفيز ليا باش نزيد نخدم ونلوح لكم فيديوهات جداد. وكيف العاده نشوفكم في فيديو جديد وفيلم جديد ان شاء الله.